إسرائيل عم تعزز المنطقة لأنها مصلحتها في المنطقة، مش بس لأنها بتحب الدروز. وأمريكا نفس الشيء، ولكن اللي عم يلعب اللعبة الغلط واللعبة اللي مش لازم تكون هو نفس الشبيحة هذول اللي بالشام اللي عم بيستنوا أول مناسبة ليرجعوا يقتلوا الدروز. نحن لا يمكن نحن هذا الإشي، ونحن بنحارب لآخر نقطة دم، لأنه هذا ما يصير. مش بديل ثاني. نعم. أو نكون أو لا نكون. نعم سيد أيوب، نعلم أنك في طريقك للمطار، لذلك لن نطيل اللقاء. سؤالي الأخير لك: هل باعت دولة إسرائيل دروز السويداء كما يقول البعض اليوم؟ لا سيدي، في دروز من إسرائيل ومن لبنان عم بيلعبوا دور، يعني هذا يقولوا له دور الوطنيين. ما حدا كلفهم، ما حدا قال لهم روحوا ولا تتصوروا في قيادة للسويداء، وقيادة السويداء لازم التنسيق معها، وكل شيء ثاني ما له محل. تأمني وجر أنا قبل ما يطلع بسأل أي عمل بدي يقوم فيه من أجل السويداء إذا مقبول أو مش مقبول. واليوم نحن بنعرف إنه كل اللي عم يطلعوا يحكوا باسم السويداء ما حدا طالب منهم إلا إذا للصالح إنه بياخذوا موافقة من السويداء إنهم يمشوا في هذا المشوار. لذلك ما تهتموا للصور والتلفزيونات ولكل الأقاويل. نعم. الشيخ مسلمان حكمة الهجري هو العنوان، وعلى خاطره لازم كل دول العالم تمشي، لأنه السويداء هي المرجع. نعم. سيد أيوب، لدي ضيفي هون الشيخ شبلي الأطرش سيوجه لك كلمة. تفضل شيخ شبلي. تفضل. أولا نحن كانت رقابنا تحت السيوف، كنا نتعرض للذبح، للقتل، للإهانات، للتشريد، لهدم البيوت، ولم يقف معنا إلا إسرائيل. إسرائيل هي العدو السابق، ولكنها اليوم هي الصديق، لأنها هي التي أنقذت حياتنا. لولا طيران الإسرائيلي، ولولا الدفاع الإسرائيلي، ولولا الجيش الإسرائيلي لكنا كطائفة تحت الرماد. أنا كنت أنتظر أن يأتينا الدعم الأول من الأردن التي قاتلنا مع الهاشميين. أهلنا كانوا من جنود الشريف حسين، أهلنا كانوا من جنود الأردن وكانوا قادة، سواء في أول رئيس وزراء في الأردن درزي، أول وزير تربية وتعليم درزي رشيد طليع، والأمير عادل رسلان، أول قائد جيش درزي ذبيان. كل الدروز كانوا في الجيش الأردني وكانوا اليد الأولى للهاشميين، ولكن الهاشميين لم يعطوا الدروز حقهم. ونحن نقول أن إسرائيل مطلوب منها أن تكمل ما بدأت، أن تستمر فيما فعلت. نحن يعني بشكل واضح بعض أعلام إسرائيل تلوح في آفاق جبل الدروز. نحن حكومة الشام عدوة، نحن مع الشام ولكن لسنا مع حكام الشام. حكام الشام هم الأعداء، هم القتلة، هم السفلة، هم الوحوش، هم الأوغاد، هم الذين سيرجعون حتى إلى قبل الجاهلية، إلى قبل سيدنا محمد، وهذا شيء غير مقبول. شكرا لك شيخ شبلي. سيد أيوب، قرر نشكرك على هذه المداخلة.